بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، من قناة خالد عبد النبي على اليوتيوب ودور الأساطير وقسم أسطورة على موقع تشيز.كوم. بلعب بحضراتكم مباراة تلت ساعة. أسد لاعب تقريبا ما أعرفش من المجر ولا منين، ومن الدنمارك حاجة زي كده. المهم حضراتكم أنا بالأسود وهو بالأبيض. طبعا ده دور الأساطير مش زي المسابقات العالمية المتعارف عليها أمام حضراتكم. طبعا دي افتتاحية تحضيرية كلها. وبعدين بصعد بالعسكري بتاعي اللي في الجنب، هو اكل مباشره. اكلت بالفرصه بتاعتي السوداء، اكل بالفرصه البيضه بتاعته الجميله، اكلت الفرصه بتاعته بالفيل، صعد بالفيل هو تقريبا عشان يبيت، صعدت بالفرصه بتاعه فعلا هو بيت. وبعدين صعدت خطوتين بطلب بكده طبعا اشوف هيعمل ايه. اكل هو بالفيل طبعا، لا اكل بفيله هو طبعا العسكري بتاعي، طلبت فيله رجع تاني ورا. وبعدين هجمت بالفرصه بتاعتي السوداء الجميله. طبعا بحمي الفيل بتاعي اللي طلبه بالطابيه. وبعدين جاب الطابيه بتاعه جنب الوزير بيات، جاب وزيره هنا عايز يضرب في جناح الملك. طبعا طلبت كشش كلب كش او كال هو عشان يهدد وزيره مباشره الاول. وبعدين احط وزيره قصد وزيري بعدت. طبعا طلبت وزيره بالطابيه بتاعتي من تحت، بعد بالوزير، اكلت العسكري اللي في الجنب. وبعدين هو طبعا اكل هنا. حضراتكم اكلت كش بكش مباشره، كش مفاجاه للجميع طبعا، كش كده في يعني بخباثه كده وبخبره وبذكاء. هو طلع وزيري هنا ما عادش له مجال ان انا غير ان انا كششت رجع تاني. وبعدين اكلت بالعسكري بتاعي ومهدد فيله، اكل هو الاول، اكلت فيله بالعسكري. عندي قطعه بس هو رجع بقى ذكي جدا ورجع وخد باله بالفرصه بتاعته على طول بيغطي تاني. رجعت ورا خطوه، اكل العسكري بتاعي بالوزير بتاعه، فحميت الفرصه بتاعته هو طالبها. وبعدين جاي هنا الفيل عشان يكشش هنا كش مات، نزلت بالفرصه عشان احمي القطعه. طبعا حط فيله زي ما حضراتكم شايفين الفيل بتاعه الابيض، اكلت مباشره الفرصه بتاعته اكل هو بالعسكري، اكلت بكشي الاول. وبعدين هو بيفكر يروح نجيب في الاسود في الخانه السوداء، صعدت فوق بكش تاني ملك، نزل تحت هنا، طلبت كش مالك بالطابيه بتاعتي، هو ما عادش فاضل معاه كام 50 ثانيه، معاه دقيقتين ونص. اكل هو حضراتكم كش وعندي طابه ببلاش، صعد هنا حطيت كش على طول مباشره. بقى هو طبعا عمل هنا بلندر، قمت مستغله مباشره وضربت الوزير مع الملك، اكلت وزيره بالوزير بتاعي. حط طبعا الفيل، حط الرخ بتاعته عشان انسى وينزل كش هنا مات. قلت بفتح لما فتحت الملك بتاعي. وبعدين هو بيفكر يعمل ايه، نزل كش ما فيهاش فيها فايده. طبعا صعدت فوق بالملك بتاعي في حمايه القطعه بتاعته. وبعدين بطلب كش، حط الطابيه اكلت عسكري. وبعدين بحط انا اكلت طبعا معايا 3 عساكر في جناح الملك. هجيب 3 وزراء. هو لازم يستسلم، راجل عنيد جدا. وطبعا هنا يعني بيثبت عشان ما يبقاش ليها لعب. صعدت على طول مباشره واديت له كش. وبعدين صعدت كمان واحده. وبعدين صعدت بالثانيه مباشره. لو اكل تحت بنزل واجيب وزير مباشره على طول مع حضراتكم، ما عادش فاضل معاه 20 ثانيه او 25 ثانيه خلاص. جبت وزير. وبعدين طبعا صعد هنا جبت وزير ثاني مع حضراتكم اهو مباشره عشان اديله كش مباشره، ما فيش فيها حل على طول، ما عادش ده لعب الا دي ينزل في الخانه السوداء. وبعد كش على طول مباشره وكش في الابيض مات. برجال الاشتراك في القناه وعمل لكم الفيديو.